روى أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام قال: كتبت إلى أبي الحسن كنية الإمام الكاظم عليه السلام: إني أحببت طلب الولد منذ 5 سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك. هاي مشكلة موجودة طبعا اليوم بكثرة. الرجل محب للإنجاب وللذرية، لكن المرأة تقدم معاذير الزوجة، والرجل يحترم وجهة نظرها أو لا يريد مشكلة معها، خلينا نقول. وذلك أن أهلي كرهت ذلك، وقالت إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء. مثل وضعنا المالي الاقتصادي لا يسمح بالإنجاب، فالمرأة معترضة على ذلك، وأنا أطلب الولد منذ 5 سنين. فكتب إلي الإمام الكاظم عليه السلام: اطلب الولد فإن الله رازقهم. ما عليك بهذا الحكي، رزقهم على الله تبارك وتعالى، ليس أنت ولا زوجتك المسؤولين عن رزقهم.